ايام العيد كوزينتي ولات كارثه. اليوم جيت ندير معكم التنظيفات. قبل التنظيفات دائما نفتح لا فيديو تاعي بقهيوه كيما يحب الخاطر. مساء الخير خواتاتي العزاز، خواتات ليندا، واش راكم لاباس؟ اليوم الفيديو تاعنا مختلف، تنظيفات مع اسرار كيفاش نخلي كوزينتي توجور نقيه تبرق بريق. وهذا الكلام ماشي انا اللي قلتو، نتوما دائما تقولوا لي وعلاه كوزينتك تبرق واش ديري لها. اما اليوم اخواتي العزاز جبت لكم كامل الاسرار. ماذا بيا تشتركوا معايا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كامل جديد وتعم الفائده. ما نبدا قولوا لي واش تحبوا تنقوا كوزينتكم في النهار ولا في الليل؟ انا عن نفسي نحب نقيها في الليل ونسهر معاها حتى نرجعها تبرق بريق. اول حاجه نديرها هي نجمع الماعن ونفرغ الرخامه تاعي. شوفوا لو بلان دو طرافاي تاعي كامل نفرغو، واش كان فيه كامل نغسلو. هذا التنظيفات راح يعاونوك بزاف باسكو الحاجه الاولى الماعن تاع الماكله نكون غسلتهم كامل، نيفيتيهم، نغسلهم، نمسحهم، نرجعهم بلاصتهم. من بعد نروح لو بلان دو طرافاي تاعي والحيوط تاعي نحكهم بيان وبيان سو الكويزينيير تاعنا جامي ننساوها. وانا العاده اللي دائما نديرها وجامي نستغنى عليها اني ما نحبش الماعن يتراكموا، جامي نخلي الماعن يتراكموا فوق البوطاجي باش ما توليليش الخدمه صعيبه. شتو كي تخلوا الماعن بزاف هكا فوق البوطاجي دائما الخدمه تتراكم وتولي صعيبه. على هذيك توجور الحاجه اللي تطيح في يدي نغسلها تمتم، حاطه الرغوه تمتم نغسلها نشللها نمسحها ولا نخليها تقطر وراني كملت وما نخليش بالبلان دو طرافاي تاعي متراكم. من الاسرار اللي عاونتني بزاف هي كي نستعمل الحاجه توجور نرجعها لبلاصتها هكا. الكوزينه تاعي توجور تقعد منظمه وما ترجعش فوضى، يعني غير نستعمل الحاجه مباشره نرجعها لبلاصتها. ما نحبش زعما نخدم بالطوماطيش نخليها فوق البوطاجي، نجبد الزيت نخليها فوق البوطاجي، نجبد اسمع باليش حاجه نخدم بواطه ملي ليمون نعاود نخليها فوق البوطاجي. الحاله راح تولي فوضى وتتراكم. قوني كي تنوضي الصباح وتحلي عينك وتلقاي كوزينتك نقيه تحسي بنشاط، تجيك لونفي باش طيبي، تجيك لونفي باش تخدمي شغلك، تحسي روحك توجور مرتاحه. قهواتك تشربيها تحبط لك، ما تقعديش تخمي كوزينتي لازم نتواياج. الاكتئاب ما يحكمك. شوفوا جينيرالمون كثرة النساء اللي الكوزينه تاعهم كما تكونش متنوتوايه بيان يحكمهم اكتئاب. انا عن نفسي دايره جدول تنظيفات، مره ننظف الصالون، مره ننظف الكوزينه، مره ننظف، يعني جدول كاتباته ونتقيده به كل مره واش ندير، كل مره نقص حاجه. وكاين حاجه تانية كي تخدمي دارك كاع في نهار واحد وكل شيء على ضربه ما راحش تخدميها بيا وما راحش تنقيها مليح. هذا هو السر، اني نهار نحكم كوزينتي نحكمها هي وحدها وفقط، نقيها نرجع كل شيء شيل باش نخرج منها. ندخل نقيها، ما نقيهاش هكا برك، لا نقيها باستراتيجيه، نخمم فيها مليح شغل ننظم شغلي الاولويات كيفاش نبدا وكيفاش نسمع كيفاش نبدا زعما باريك نقول نبدا بالفريجيدار هو اللي ابار لو بلان دو طرافاي، نقيه نمسحو كامل ومن بعد نروح للكويزينيير نروح لبلان دو طرافاي بالحاجه، ما نجمعش كامل الاشياء باش نبدا. ودوك نوريكم الاستراتيجيه اللي نخدم بها. نقول لك شوفي اختي بلي كوزينتك راح تقعد دائما تشعل. شوفوا نحك اول حاجه شويه عندك لا بلاك الاخر تاعك نحكها كامل، نحكها من الجوانب، نحك الزجاجه تاعها ونحك الكويزينيير تاعي. اي حاجه تصيح لي نمسحها وكل يوم حتى وكانت تكون نقيه وسما فيها غير حاجه خفاف ندير لها الحكه هذيك بالايزيز. هذيك الحكه مهمه. وشنو عندي انا هادو نتقلق كي نغسلهم هذوك تاع الكحوله نغسلهم هكا فيت مي طريقه تستعملها اختي ما نستعملهاش انا، ديرهم في ساشي، ديرهم فور اكسبريس وتربط عليهم الساشي. شوفوا تعاود تروح تشلهم يخرجوا روعه صراحه مازال ما سيتها. الحاجات اللي نمسهم، شوفوا انا عندي قانون، الحاجه اللي نمسها في الليل دائما نجوز عليها بشيفون بلا جابيل، واذا شتها باللي راهي تستحق انها تعاود تتغسل نعاود نغسلها. فهمتوني خياتي العزاز؟ الكوزينه تعبر على المراه، تعبر على شخصيتك وتعبر على مدى اهتمامك بدارك وبصحه اولادك، باسكو الكوزينه رانا نطيبوا فيها لازم دائما تقعد نقيه. فهمتيني اختي؟ ديجا كي يجي انسان قريب ما نقولوش لبعيد ما دخلش، يجي انسان قريب يدخل كوزينتك يطمئن، يشوف الكاس تاعك يشعل. فهمتيني؟ باغ كونط كي يشوف الكاس تاعك باهت راح يعيف
انا وحده صراحه ندخل الكوزينه نلقى كيسان باهتين، نعرف هذيك الانسانه باللي ماشي مهتمه بدارها وماشي مهتمه بمعنها وماشي مهتمه بصحه ولادها. عملا كي تغسلي نتيا معنك اكيد راح يكونوا مليح بالايزيز، تقطريهم تنشفيهم. لازم الكاس تاعك كي تحطيه تشوفيه لا بغيونس فيه مهما كانت نوعيه الكاس اللي غسلتيه، فهمتيني؟ قلت لكم اي حاجه كانت مسخه ولا كيما انا هادو تاع لي زيبيس مازال ماشي هذيك الوقفه عندي، هادو تاع الالوان اشاك فوا ما نقولكش كل يوم هادو نجوز لهم هكا كي نمسهم، مي اشاك فوا شوفوا كيما راكم تشوفوا ندير لهم هكا حكه غير الغطاوات، معليش الباطه تكون مازالها معمره ندير الغطاوات وندير هذه اللي تحطوا فيها هكا باش يقعدوا دائما يشعلوا لي شعل ويقعدوا لي نقيين. شوفوا الباطه معليش كي تفرغ لي لي زيبيس نغسلها تمتم ونمسحها، ودي فوا كي يكون دايره هكا كما نقولوا تنظيف عميق، كي يكون دايره تنظيف العميق واش ندير نفرغ كامل لي زيبيس تاعي لداخل كاش كيما شوفوا انا واش ندير بابي الومنيوم نفرغ لي زيبيس تاعي كامل ومن بعد نلمهم هكا بابي الومنيوم. من بعد كي نشف البايض تاعي نمسحهم بيا نواسيهم. بالنسبه للبلان دو طرافاي تاعي، شوفوا انا بلان دو طرافاي تاعي نعجن فوق الكسرة، إلا عجنت حاجة نعجن فوقه، إلا طبعت حلوة نطبعها فوقه، أي حاجة نديرها فوقه. نحبه دايما يبرق ويشعل. دوك نكملوا راح تشوفوا كيفاش راح يولي. نمسحو نعاود له دايما في الليل قبل ما نرقد توجور نرفد واش كامل فيه، نجوز هذوك الاشياء اللي مسيتو كيما القرعه تاع الزيت، القرعه تاع الاخر تاع السكر وتاع الملح كامل نمسحهم. ودي فوا كي نحسهم بلي باهتين بزاف نغلق هذوك الباطه مليح ونحك نديرها تحت روبيني ونحكها كامل بالايزيز لا برات تولي تشعل اون ديغي. فرغت هذيك الحاجه كي تكون عزانه ما نحبش نفرغها، نكون ما عنديش بزاف اللي فرغتها ولا اللي كيما عبالكم اللي قصير تحبي تروحي ترقديو منها، دائما ندير هذه الفكره. نروح نغسل كامل نغسلها نغلقها مليح ونغسلها نحكها تخرج شعل اون ديغي راكي فرغتي كاع فيها وغسلتيها. كما قلت لكم كامل واش كاين فوق البوطاجي نغسلو نشفو مليح. بالنسبه للبامبو هذا، شوفوا البامبو هذا انا في الصيف في الشتاء ما نستعملوش بزاف وما نغسلوش بزاف، ولا نشفتو نحطو نشفو كي نغسلو نحطو نشفو في الفرن تاع سخانه هكا قدامو نخليه باسكو راح يخسر لك ويفوح لك ويواسيلك سورتو هذاك النوعيه الرديئه. اما بالنسبه للصيف كي نغسل الحاجه نديها نخليها هكا في الحوش في التاقه في اللونطو نخليها تنشف لي باش ندخلها، ما نحطوش كيما هادو انا كنت كامل غسلتهم مي وشنو حطيتهم في التاقه نشفوا مع الشميسه وعاود رجعتهم. هذه حاجه مهمه بزاف باسكو على الحاجه تاعك ديري في بالك بلي راكي تشريها بدراهم لازم تحافظي عليها وتحافظي على دراهمك ودائما باش تقعد كوزينتك كيما نقولوا مانياك، تقعد حاجه شابه كوزينتك، تقعد حاجه نظيفه شابه اللي يدخلها يتشهى ياكل فيها الماكله، يتشهى الكوزينه قبل الماكله. شوفوا انا يا حساسه من جهه الكوزينه، اكثر حاجه حساسه من جهه الكوزينه صدقوني. اما عندي كما شفتوا عندي اليوم واحد راكو كامل تعرفوه ولا ما تعرفوش راكو دوك تشوفوه. شوفوا دايره فيه الماعن تاعي اللي نستعملهم يوميا ومرتبات وجهه تاع الماعن وجهه تاع رافي طايمه هاد النهار ما شاركتش معاكم صح. ان شاء الله راح نروح ومن بعد بيان سور كي نكمل نروح نتهلا في روحي، وهذه حاجه اولويه تاعك كي تكملي هذيك تنحي كامل التعب تاعك تروحي تهتمي بروحك. كيما هذه نديرها نحي هكا ماساج تاع البوان واقع نحيهم، نستعمل انا هاد الاخر باش نحي وبوماده نحي كامل لي بوانوار ونعطي هادوش الله شويه ريحه هكا خفيفه والحمد لله. هنا لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا. معليا غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.